شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. سوينا لكم فيديو. اليوم اول جمعة بالسنة الهجرية، ان شاء الله يكون خير عليكم. واول لي فيديو لبيت جديد، كلش حلو مرتاحة فيه. ان شاء الله يعني دوم يبقى هيجي مرتاحة، ما شايلة هم انه انتقل لغير بيت. وبهاي المناسبة السعيدة قررت انه اطبخ لكم طبخة لبيتي الجديد. فاليوم حسوي طبخة صعبة، ما طبخة بس اختي السبوع كلها تطبخ وانا اكل، فقط اليوم قلت خلي اطبخ مكانها. حسوي كبسة مال دجاج عن كل شيء، يعني احب هاي السوالف مختصة بالدجاج. سوي كبسي. اول مرة راح اسوي البصل مالته تشري، وبعدين اسوي الكبسي على صفحة. وحسوي يمكن شوربة اشتهيتها، كلش احب شوربة العدس لانه بيها فايدة. راح اسوي البصل مالته تشري، وبعدين اسوي الكبسي على صفحة. وحسوي يمكن شوربة اشتهيتها، كلش احب شوربة العدس لانه بيها فايدة انه فقر الدم، وهي حتى مالتين الشبع. جماعة الرجيم اللي انا مو منهم. يلا هنبدي بالطبخة. هسه حخمس البصل. هو سويته هواي لانه هنا نص راح احط بالتشريب، ونص راح احط بعدين بالتبسي ويا الدجاج. وهاي راح نحمس ويا الدجاج. راح احط وياه ورق غار، انا كلش احبه على مود الزفر مال الدجاج تروح. وححط وياه نوم بصره، انا احب النوم بصره بالتشريب. واي بهارات عندكم، انا حطيت بهارات صفرة وياه، واذا عندكم بهارات مال برياني هم راح احط طيبه طعمته على مود بس قلنا الريحه او الزفر مال الدجاج تروح. واذا عندكم فلفل اسود، بس انا هسه مخلصه فلفل اسود او فلفل حار. ووراها راح نحمس الدجاج وياه. انا هاي طريقتي، وهي اختي علمتني اياها. كنت رأسا افور الدجاج، وهو غلط لانه شويه الزفر مال الدجاج يخرب شويه شويه. اوكي، ورا غار كلش طعمه طيب بالاكل. حولت الدجاج بغير قدرية لانه صاروا هواي. هاي هسه احمسهم ويا البصل وورق الغار والنوم بصرة، نعوفهم شوي نحمسهم، بعدين احط عليهم مي يفورون، يعني نسوي تشريب. وبعدين اخذهم من التشريب نسوي يعني وياهم كبسي، بس خلي يفورون. وسويت هنا اني احب هاي العدس ديفور، انا اسوي شوربة عدس. وهنا التمن، اسوي تمن مبزول. اني احبه، نلتقي من يستوي. هاي التشريب، هو مو تشريب بعد احمس اني الدجاج اخذ. لا احمسه شوية يلب مالته الزفر، وتصير بيمونة من البهارات وورق الغار والهاي. ما حقلبه، دائما يقولوا لي البنات يعني بالتعليقات يقولوا لي هواي يقلبون بال يعني الاكل وهذا، بحيث انه انا هسه ما حقلبه، يعني دا اخذ بنصيحتكم لان انا ما كلش اعرف اطبخ. عفته شويه بعد حقبغه ياخذ المونه مال البهارات، ووراها احط مي بعدين نسوي التشريب. هاي التشريب درت عليه مي وشويه بعد ملح، بس عملت فلفل اسود، ما عندي هذا الحار، انا احب الاكل الحار. فمو مشكله. هسه شنو حنعوفه يفور فد ساعه. وراها نكمل طبخنا. هسه احنا سويت الكبسي. حمست البصل وهاي فلفل حسب رغبتكم، وملح وياه شويه. وهنا بوتيتو هسه حنشفها اكثر، دعوفها تتنشف من الدهن. نحطهم هنا نصفطهم هيك طبقه. ودجاج منتظري شويه هم بعد يعني يصير اكثر. بالعافيه كروش. كملت الكبسي مالتي. حطيت وياه بوتيتو اصابع وفلفل وبصل نحمسهم. وورا ما يفور الدجاج نحط هنا قطع لغيرهم. وراها نسوي هاي شو يسوي وياهم ماي، هو الماي مال البيبسي او الصلصه مالته. تحطون بدبس الرمان، معجون، كاتشب، ملح، بهارات، انتم يعني شو تحبون على مود شنو نحطهم هنا. ونعوفه يفور. وبالعافية كروش. هنا الشوربة مالتي لما صارت
شوربة العدس. أنا أحب وياها أحط شعرية وما أحبها يعني تكون كلش ممرودة هيك واضحة. كملتها بقى عندي بس تمن. قبل هيك واحد ما ياكل بنص ساعة يسوي يصير أطيب وبس. إن شاء الله يكون عجبكم طبخة اليوم بنوتات. باي باي.